يا أهلا بكل متابعين إيمان في كل مكان. وحشتوني قوي من الرواية اللي فاتت. جاية النهاردة وجايبة لكم معايا رواية جديدة، رواية قوية جدا، من أجمل الروايات اللي ممكن تشوفوها، بقلم الكاتبة جانا عماد. اسم الرواية صرخة قاصرة. طفلة صغيرة بيخلوها تتجوز أبي علشان يقدر يحافظ عليها بعد ما والدها مات، ودي كانت وصيته. تعالوا معانا نشوف يا ترى ايه اللي هيحصل مع رنا ورعد. وقبل ما نبدأ رواية النهاردة ما تنسوش تصلوا على النبي وتفجروا زر اللايك. يلا نبدأ. سيد ويكون أبو رنا كان تعبان جدا، وكان حاسس إنه خلاص بيودع. وفي أيامه الأخيرة كان بيفكر دايما في رنا بنته، وكان بيوصي أخوه ويقوله: بنتي أمانة في رجبتك، ما تعوزش حاجة طول عمرها، ولو شفت إن الدنيا صعبة عليها خلي ابنك يتجوزها ويحميها. ابنك شاب وسيم وشهم وجدع، وهو الوحيد اللي يقدر يحمي بنتي من الدنيا كلها. دي بنتي بريئة وملهاش حد في الدنيا بعدية، ما تعرفش أي حاجة عن الدنيا كلها، ما تعرفش حاجة عن الكذب والخداع. رد حمدان أخوه: ما تخافش يا أخوي، بإذن الله هتعيش انت وهتحمي بنتك بنفسك، ومحدش هيحميها غيرك. بس انت بس تمسك بالحياة وخليك معانا. انت عارف يا أخوي اني ماليش غيرك في الدنيا كلها. رد سيد بتعب: أنا شايف الموت قدام عينيا يا أخوي، وأنا عارف إني خلاص هموت. أنا عايزك تسمع الكلمتين دول. أهم حاجة إنك تاخد بالك من رنا وتخليها تتجوز رعد علشان يقدر يحميها. لا، ما تقولش كده يا أخوي، انت هتعيش. الدكتور خلاص جاي، زمانه دلوقتي على وصول، وهيكشف عليك ويديك العلاج وتخف وتقوم بألف سلامة. قال سيد وهو بيتلقى أنفاسه الأخيرة: بنتي يا حمدان، بنتي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. وفجأة غمض عينيه ومات سيد. حمدان فضل يصرخ ويقول: لا أخوي، ما تسيبنيش يا أخوي، اصحى علشان بنتك اللي بتحبك يا أخوي، اللي ملهاش غيرك في الدنيا كلها. وبعدين فضل يعيط. دخل عليه رعد اللي كان عمره 19 سنة. كان مستغرب جدا من صوت والده العالي. قرب على والده وقال له: خير يا ابوي، في ايه؟ ماله عمي؟ هو نايم؟ طب وانت بتعيط ليه يا ابوي؟ رد حمدان: خلاص يا ولدي، البقاء لله في عمك مات يا رعد، وساب لنا أمانة كبيرة قوي، أمانة في رجبتي ورجبتك. رعد فضل يعيط: عمي أنا؟ لا لا، ده أنا كنت بحبه قوي، ازاي يسيبني ويمشي أنا ورنا؟ طب ورنا هتعمل ايه دلوقتي؟ دي بتحبه قوي. بص يا رعد يا ولدي، أنا عارف عجلك كبير عن سنك. عمك قبل ما يموت وصاني إن إحنا نحمي بيته، وقال لي إن أنت تكتب كتابك على رنا، وإنت يا ولدي اللي هتقدر تحميها من أي حاجة عفشة، وما تخليش حد يجرب منيها. دي وصية عمك يا ولدي قبل ما يموت، وإنت يا ولدي وقرارك، ومهما كان القرار أنا هحترم رأيك. رد رعد وقال له: وأنا هنفذ وصية عمي يا أبوي. هي لما تكون محتاجة تتطلق هطلقها على طول وتعيش حياتها، لكن أني موافق أتجوز رنا علشان الوصية. هو ده ولدي بصحيح اللي عرفت أربيه بجد. أني بتشكرك قوي يا ولدي، أني كنت عارف إن عجلك أكبر من سنك وهتقدر تستوعب اللي بقوله وهتنفذ وصية عمك. أني متشكر قوي يا رعد. رد رعد وقال: أني عمري ما كسر كلامك، بالذات كلام عمي الله يرحمه. معزته كانت كبيرة قوي في قلبي يا أبوي، كنت بحبه زيك بالظبط، عمري ما حسيت إنه غريب عني. وهنا خرجت طفلة صغيرة عمرها 10 سنين بتقول بكل نعاس: في ايه يا أبي؟ انت وعمي صوتكم عالي كده ليه؟ هو في حاجة؟ انتوا بتتكلموا بصوت عالي ليه؟ حمدان قال لرعد: خد البنت بدل ما يجيلها حالة عصبية يا ولدي بخبر موت أبوها. انت عارف هي بتحبه قد ايه ومتعلقة بيه قوي. خدها جوه على الأوضة. حاضر يا أبوي، ما تقلقش، رنا في عينيا الاتنين. تعالي معايا يا رنا، ايه رأيك بقى نلعب شوية
مش عاوزة تلعبي مع أبي حبيبك ولا إيه؟ رنا فرحت جدا لأنها دايما كانت بتحب تلعب مع رعد. أيوة، أنا عاوزة ألعب معاك، يلا بينا نلعب، بس بشرط هنلعب كوتشينة وبأحكام كمان، ولو أنت اللي خسرت هحكم عليك يا أبي. موافق؟ وافق على طول رعد، ولعبها كوتشينة اللي هي بتحبها، وبعدين فتحوا البلاي ستيشن وابتدوا يلعبوا هما الاتنين مع بعض. رعد كان بيضحك وبيبتسم في وشها، لكن قلبه حزين جدا على عمه. وبعد فترة، بعد ما نيم رنا، قول يا ابوي، انتوا دفنتوا عمي خلاص؟ يعني خلصت كل حاجة؟ مش محتاجني معاك في أي حاجة؟ لا يا ولدي، أيوة دفناه خلاص، ومش محتاجك في أي حاجة. كل اللي محتاجه منك إنك تاخد بالك من رنا وبس. دخلت عليهم رنا وكانت بتقول: أمال بابا فين؟ ما شفتوش من أول الصبح، يعني مش هيجي يلعب معايا شوية؟ هو بصراحة وحشني قوي. أما رعد صعبت عليه جدا، وبص لحمدان والده بكل زعل وقلبه مكسور جدا، ونزل لمستوى رنا. وبعدين قال لها: قوليلي بقى يا رنا، انتي بتحبي ربنا صح؟ أنا عارف إنك بتحبيه، يلا جاوبيني، بتحبي ربنا؟ طبعا، هو ده محتاجة سؤال؟ طبعا بحب ربنا جدا، وبدعيله كتير، ودايما بكلمه وانا بصلي كمان. رد عليها رعد وقال: بابا بقى سافر عند ربنا، سافر عنده شوية علشان يقعد معاه. انت هتزعلي لو سافر؟ ايه، هو سافر ومشي وسابني؟ طيب هو بابا مش راضي يقعد معانا ولا ايه؟ هو انا زعلت بابا في حاجة؟ اكيد كده مش راضي عني ومش بيحبني، علشان كده سافر وسابني هنا لوحدي. رد رعد وقال: معقول انت لوحدك برضك؟ انا معاكي، ما اقدرش اسيبك. وبعدين بالعكس، بابا فرحان جدا ومش زعلان، وهيفرح اكتر كمان لو ركزتي في مذاكرتك وطلعتي دكتورة قد الدنيا. طيب، انا عاوزة اروح عند ربنا علشان اشوف بابا، اصل هو ما سلمش عليا ووحشني قوي، ممكن تطلعني عند ربنا؟ صعبت على رعد جدا واخدها في حضنه، وكان بيقول: بعد الشر عنك يا حبيبة قلبي، بعد الشر، كل واحد وليه ميعاد عند ربنا، وبابا كان ميعاده النهارده، ما تزعليش يا حبيبتي. ردت رنا: طيب يا أبي، وأنا بقى ميعادي إمتى؟ رد رعد وقال: إحنا ما نعرفوش ميعادنا متى. يلا بقى، كفاية حديد، يلا روحي نامي، وما تنسيش تغسلي اسنانك، وما تنسيش تشربي اللبن علشان تبقي قوية، ماشي يا حبيبة أبي؟ حاضر يا أبي، هشرب اللبن وهسمع الكلام وهنام على طول، تصبح على خير. هو أنت يا رعد قلت لها ليه إن أبوها مسافر؟ أنا قلت يعني إنك هتقول لها إن أبوها مات، بس يعني بالعجل، واحدة واحدة. ما أنت قلت يا أبوي إنها ممكن تتعب أو ممكن تدخل في حالة عصبية، فقلت يعني إني أفهمها الموضوع ده لما تكبر شوية وتكون عاقلة وتقدر تفهم إن أبوها مات. لكن دلوقتي هي لسه عيلة صغيرة ومش هتفهم حاجة، علشان كده قلت هودها وسايسها. ما تقلقش يا أبوي، أنا هعرف أوصل لها المعلومة كيف، وهعرف أقول لها إن أبوها مات بس بالعقل. أيوة فعلا، عندك حق يا ولدي. يلا روح نام بقى، تصبح على خير، وبكرة هنشوف هنعمل إيه. إلا ما قلتليش يا أبوي، هو أنت هتكتب كتابي على رنا ميتة علشان ننفذ وصية عمي؟ رد عليه حمدان وقال: عموما إن شاء الله بكرة نجيب المأذون، لازم أنفذ الوصية بسرعة قوي، حتى مش هستنى ال40 علشان عمك يكون ميت مرتاح. المأذون؟ طب وهو هيوافق كيف؟ هي لسه طفلة صغيرة، معقول المأذون هيوافق إن يخلينا نتجوزها؟ وتاني يوم اتكتب كتابهم، وبعدها بفترة وسنين طويلة كبرت رنا وكمان رعد، ورعد كان مهتم بيها جدا، وكان بيجيب لها كل اللي نفسها فيه، حتى المذاكرة هو اللي كان بيذاكر لها ويوديها المدرسة. كانت شايفاه زي أخوها الكبير أو أحيانا زي أبوها. رعد كان بيحاول ينفذ الوصية وبيحاول يحافظ عليها رغم المسافة اللي بينهم، ورغم إن رنا ما تعرفش إنها مراته. رعد، هو بابا ليه مسافر طول الوقت؟ ليه ما بيبعتليش حتى جواب؟
أو حتى بيتصل بيا. أنا كنت صغيرة، بس دلوقتي فهمت إن السفر مش بيطول كده. أنا عايزة أفهم، هو إيه اللي بيحصل من ورايا بالظبط؟ انتوا شكلكم مخبيين عليا حاجة، وليه سبت بيتنا، وليه قاعدة معاكم هنا؟ رعد اتوتر وبعدين قال آه آه يعني رنا، أبوكي كان بيحبك جدا، والسفر ده مصلحة علشانك يعني. لما تكبري، ما تكبري أكتر هتفهمي كل حاجة. ومين قال إني ما كبرتش؟ انت ليه بتخبي عليا؟ أنا مش صغيرة، أنا عندي 18 سنة. أنا خلاص كبرت وفاهمة كل حاجة، وفاهمة إن بابا مات. ليه ما قلتوليش الكلام ده من زمان؟ وليه خبيته عليا؟ ليه عشمتوني؟ ليه عيشتوني طول السنين دي وأنا مستنياه؟ عملنا كده علشانك يا حبيبتي. قلنا ما ينفعش إنك تعرفي حاجة زي دي، انت كنت متعلقة بابوكي قوي. وأني قلت يعني إنك لازم تاخدي وقتك، ولما تكبري كفاية هنفهمك على كل حاجة. وكويس إنك فهمتي. رنا دخلت مكتب رعد علشان تجيب كتاب تقراه. فجأة لقت عقد الجواز ومكتوب فيه اسم رنا وإنها مرات رعد. كانت في ذهول تام. اتصدمت أول ما شافت القسيمة. ايه ده؟ أنا مرات أبي رعد؟ ازاي؟ وامتى؟ ازاي حصل ده من ورايا؟ عمها حمدان دخل الغرفة بسرعة لما سمعها. ايه يا بنتي؟ مالك؟ صوتك عالي كده ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ أما رنا رفعت الورقة وريتها لعمها وقالت له ايه ده يا عمي؟ أنا متجوزة من رعد من ورايا؟ وامتى حصل ده؟ وليه؟ ليه جوزتوني رعد؟ عمها أخدها على أوضتها علشان يفهمها الموضوع بهدوء. اقعدي كده يا حبيبتي وأنا أفهمك كل حاجة. بصي، اسمعيني يا رنا. اللي حصل كان بناء على وصية أبوك الله يرحمه. قبل ما يموت هو كان عايز يحميكي من الدنيا كلها ومن أي حاجة مش زينة وممكن تأذيكي. علشان كده وصى إن رعد لازم يتجوزك، ورعد وافق. كان عنده 19 سنة، عيل صغير، وافق يكتب كتابه عليكي علشان يكون قادر إنه يحميكي قانونيا. وصية؟ وصية إيه؟ بابا وصى بده؟ طيب وليه؟ أنا كنت طفلة. إزاي تتخذوا قرار زي ده من غير ما تفهموني؟ إزاي ما تاخدوش رأيي؟ وليه ما استنيتوش لما كبرت؟ ليه وأنا لسه عيلة صغيرة تجوزوني لأبيه؟ أنا مش فاهمة حاجة. أنا حاسة إني متلخبطة يا عمي. رد حمدان. أبوك يا بنتي كان خايف عليكي. الدنيا صعبة، وهو شاف إن رعد هو الشخص الوحيد اللي ممكن يعتمد عليه علشان يحميكي. إحنا ما كناش بنفكر غير في مصلحتك انتي وبس. حتى رعد ما كانش بيفكر في مصلحته، كل همه إنه يسعدك وينفذ لك كل طلباتك، وكل اللي بتحلمي بيه يتحجج لك يا بنتي. بس ده مش عدل. أنا كنت صغيرة وما كنتش فاهمة حاجة. دلوقتي أنا حاسة إن حياتي كلها كذبة. ليه؟ ليه عملتوا كده؟ أنا حاسة إني مش فاهمة أي حاجة. فجأة دخل رعد الغرفة وسمع الحوار وقال بهدوء: رنا، أنا فاهم إنك مصدومة، وأنا عمري ما فكرت فيكي غير كأخت صغيرة. الجواز ده كان على ورق بس، وده كان علشان أبوكي يطمن ويكون في أمان وهو ميت. لو عايزة نلغي كل ده أنا مستعد فورا. رنا كانت بين الغضب والحزن، لكنها حست بشوية بالطمأنينة من كلام رهط. وبعدين ردت وقالت: أنا بس محتاجة وقت علشان أفهم كل حاجة. مش قادرة استوعب اللي بيحصل. فجأة قلتولي إن بابا مسافر، وبعدين اكتشفت إنه مات، وبعدين لسه مكتشفة إني متجوزة وأنا معرفش. رد رعد: خدي وقتك يا رنا، بس لازم تعرفي إن هنا علشانك، وهفضل جنبك طول ما انتي محتاجاني. حتى لو اتطلقتي مني وطلبتي الطلاق، أني برضو هكون بحميكي. مع مرور الأيام رنا بدأت تحاول تفهم دوافع أبوها ورعد. في نفس الوقت كانت بتحس بتغيير من مشاعرها لناحية رعد، اللي كان دايما الشخص اللي دايما بتعتمد عليه. وكانت دايما تسأل نفسها: هو ممكن المشاعر دي تكون أكتر من مجرد أخوة؟ الصراعات دي فتحت باب جديد لتطور العلاقة بينهم. عايزك تاخدي بالك من نفسك، الجامعة دي مجال كبير جو. أنا مش عايزك تتعاملي مع أي شباب. لازم تفهمي إنك على اسمي وإنك متجوزة، ولازم يكون في حدود في التعامل مع زمايلك. اتصاحبي على بنات كيف ما انت رايدة، إنما الشباب لا. أنا برضو مهما كان
ليا سمعتي واسمي. حاضر حاضر يا رعد. ومن اليوم ده ابتدت قلبها يدق، وابتدت تفرح جدا أول ما حست إنه بيغير عليها. وبعد ما روحت من الجامعة لأنها ما كانتش شايفة راجل في حياتها ولا في نظرها غير هو رعد وبس. كانت عمالة تمشي في الأوضة وهي بتفكر كتير، وبعدين قررت إنها تدخل لرعد علشان تتكلم معاه. رعد كان بيمضي على شوية أوراق كانت مطلوبة للشركة بتاعته. دخلت وقعدت جنبه على السرير وقالت: رعد، أنا فكرت كتير في كل اللي حصل. أنا مش قادرة أكرهك، بالعكس أنا عارفة إنك كنت بتحاول تحميني، لكن أنا محتاجة أفهم ليه أنت وافقت على الوصية، ليه وافقت تتجوز طفل حتى لو كان على ورق. ليه يا رعد؟ رنا كانت منتظرة جواب معين، كان نفسها تسمع كلمة منه تطمن قلبها. بص يا رنا، لما أبوكي وصاني كنت لسه صغير زيك، كان عندي 19 سنة تقريبا، وما كنتش فاهم الحياة زي دلوقتي. حسيت إن ده واجب ولازم أنفذه. أبوكي كان ليه فضل كبير عليا جوي وعلينا كلاتنا، وكنت عارف إنه خايف عليكي، وأنا ما كنتش هقدر أقوله لا. وقتها ما فكرتش في تبعيات القرار ده، كل اللي فكرت فيه هو إني أحميكي بأي طريقة. ردت رنا وقالت: آه بس دلوقتي الوضع اختلف، أنا كبرت وإنت كمان كبرت، وأنا بقيت فاهمة. أنا مش عايزة أبقى عالة عليك أو مربوطة بيك بشيء يعني أنت ما اخترتهوش. لا، أنت عمرك ما كنت عالة عليا يا رنا، بالعكس أنت بقيتي أهم حاجة في حياتي. لو عايزة نلغي الجواز ده ونعيش حياتنا بشكل طبيعي، أنا جاهزة أعملك ده، لكن مش عايزك تفكري ولو للحظة إني كنت بجبرك على حاجة. كل حاجة بإرادتك انت واللي انت رايداه. وفجأة أول ما سمعت كلامه وإنه ممكن يطلقها فضلت تعيط. أنا مش عارفة أعمل إيه راد، أنا كل حاجة حواليا متلخبطة، أنا حاسة إني تايهة، حاسة إني مش فاهمة أي حاجة، كل حاجة حواليا كذبة. قرب منها راد وحضنها وقال: لأ، مش كذبة، الحقيقة الوحيدة إنك مرضي. خدي وقتك، مش لازم تستعجلي في أي قرار، المهم إنك تكوني مرتاحة وسعيدة. رنا سابته ورجعت على أوضتها، وكانت فرحانة وقلبها بيدق جدا، لأنه أول مرة ياخدها في حضنه، أول مرة يحط إيده عليها مع إنها مراته. وبعدين كانت بتقول: معقول الإحساس اللي أنا حاساه ده؟ حاسة إن قلبي بينبض جامد قوي أول ما بيقرب لي. معقول يا رنا انت بتحبيه؟ لا لا لا، أكيد لا، ده أبيه ومش هشوفه غير أبيه. وبعدين وهي قاعدة في الأوضة، رعد خبط كالعادة، عمره ما دخل عليها إلا لما خبط على الباب. قوليلي حبيبتي، هو أنت ما نمتيش؟ قوليلي بقى، كنتي بتعملي إيه؟ شكلك كده كنتي بتذاكري، أنا عايزك تطلعي دكتورة قد الدنيا. أنا؟ لا، بصراحة ما كنتش بذاكر، أنا كنت بفكر. بتفكري في إيه بقى؟ يلا، أنا عايز أعرف أنت بتفكري في إيه. دايما أنا وأنتي زمان وإحنا صغيرين كنا بنفكر بصوت عالي. يلا قوليلي، كنت بتفكري في إيه يا حبيبتي؟ أنا أنا ما كنتش بفكر في حاجة معينة، يعني عادي، كنت قاعدة في أوضتي سرحانة، وبعدين كنت بفكر في حاجات كتير وفي جوازنا وعلاقتنا. طيب يا ستي، عموما أنا سايبلك القرار وانتي حرة وتصرفي فيه، انتي كبيرة كفاية. بصي بقى، بكرة عاملك مفاجأة كبيرة جوي، عايزك تعملي أجمل الأكلات، ما احنا ما بناكلش غير من إيدك الحلوين، عايزك تعملي لي وليمة. أيوة بقى، هو ده الكلام المظبوط، أنا بحب المفاجآت قوي. حاضر، بكرة هعمل لك أكلات كتير، شكلك كده عامل لنا عزومة. حاضر يا سيدي، وانا اللي عازماكوا على العزومة دي على حساب عمي بس انا اللي هطبخها بايدي كلها. ايوه طبعا، انتي شيفة عالمية، بصراحة انا ما بعرفش اكل اكل من اي حد غير من ايدك انتي. ايوه انا عارفة، من وانا صغيرة وانا اتعلمت الطبيخ علشان اساعدكم في البيت واعمل لكم الاكل. وبعد ما مشي نامت على سريرها وهي بتفكر: يا ترى بكرة ايه هي المفاجأة؟ يا ترى هيعترف إنه هو بيحبني وإنه عايز يبدأ معايا صفحة جديدة؟ طب يا ترى ألبس إيه؟ رنا تاني يوم ما راحتش الجامعة وصحيت الساعة 8 الصبح
وعملت ديك رومي كبير، وعملت أكلات كتير جدا، وكانت لابسة طقم شيك قوي، وكانت فردة شعرها وحتى وردة حمراء وروج أحمر. دخل عمها اتبهر من المنظر. ما شاء الله، ايه كل ده يا بنتي؟ ده احنا عندنا عزومة بقى. ما شاء الله، ريحة الوكل جالبة الشارع. وانتي قوليلي، ايه الجمر ده؟ أول مرة أشوفك فردة شعرك كده، بقيتي زي الجمر كبرتي يا رنا. عموما يا عمي، ألف شكر، أنا عارفة إني زي القمر، بس أنا عايزة أقولك إن فعلا في مفاجأة. رعد عملها لي النهاردة، وقال لي إنه عايز وليمة أكل، علشان كده صحيت بدري وعملت له كل الأكلات دي. أيوة بقى، على الجميل اللي واثق من نفسيه. ماشي يا بنتي، ربنا يهنيكم ويسعدكم يا ولاد. أنا كل منايا في الدنيا أشوفكم مبسوطين. وكانت قاعدة مستنياه على نار علشان تشوف المفاجأة. وفجأة فتح الباب رعد، وكانت داخلة معاها بنت، وكان ماسكها من ايديها. أما رنا كانت مصدومة أول ما عرفهم بالبنت. أحب أعرفكم، دي تكون سارة خطيبتي. إيه؟ خطيبتك؟ خطيبتك إزاي؟ أنت رحت خطبت إمتى يا رعد؟ وإمتى؟ وفين؟ وليه؟ أني قلت أعملها لكم مفاجأة. عارف إن انتوا مستنيين اللحظة دي بفارغ الصبر، وتشوفوني بقى وأني عريس. علشان كده أني حبيت أعملها لكم مفاجأة النهاردة. أني وسارة بنشتغل مع بعض في الشركة، وحسيت إننا متفاهمين قوي. علشان كده قررت إني أخطبها وأبدأ بقى حياة من جديد، وأتجوز وتشوفوا ولادي. مش انتوا مبسوطين ولا إيه؟ أنا عارفة إنك مراته على ورق، بس هو راضي حكالي كل حاجة، وأنا موافقة، ما عنديش أي مشكلة، حتى لو عايزة تكملي حياتك كلها وانتي مراته. بس أنا عارفة إن هو هيكون على ورق، ما عنديش أي مانع. أنا ما تخافيش مني، مش متضايقة منك ولا أي حاجة. أنا بحب رعد وعايزة أكمل معاه لآخر عمري. أما رنا كانت بتحاول تمسك دموعها، لكنها ما قدرتش. انهارت من العياط وطلعت تجري. جريت على أوضتها وهي بتعيط. ليه يا ولدك دي؟ ليه كسرت بنفسها؟ دي عمالة تحضر الوكل من الصبح على أساس إن أنت محضر لها مفاجأة. معقول؟ حتى يا ولدي لو عايز تتجوز وعايز ترتبط بواحدة جديدة كان لازم تقول لها، ما هي برضو مرتك. أيوة يا بوي، بس أنت عارف إنها مرتي على ورق بس، علشان أحافظ عليها. لكن ولا أني بحبها ولا هي بتحبني، هي أختي. وأني قلت أكيد هي فرحانة علشان هجيب لها مرات أخ جديدة هتعيش معاها في الظهر وتساعدها في كل حاجة. عن إذنك يا بوي، أنا هروح أطمن عليها. راح رعد عندها، وورا الباب كان بيحاول يخبط لكنها كانت قافلة، وكان متعود ما يدخلش إلا لما تقوله يدخل، وهي ما كانتش بترد عليه. افتحي يا رنا لو سمحتي، عايزة أتحدث معاكي. رنا ما كانتش بترد، كانت منهارة من العياط، قلبها اتكسر جدا. حب عمرها راح منها وبكل سهولة وفي غمضة عين. سارة راحت على أوضة رنا وكانت بتقول لرعد، لو سمحتي يا رعد، سيبني أدخل أتكلم معاها. إحنا بنات زي بعض وأكيد هنفهم بعض، أوعدك إني هحل المشكلة دي. دخلت سارة على رنا، لقيتها منهارة من العياط ومش قادرة تبص حتى مين اللي دخل الأوضة من كتر ما هي بتعيط من كل قلبها. على فكرة، أنا عارفة كويس قوي يا رنا إنك بتحبي رعد. أول ما قالت كده رنا كانت في ذهول وفي صدمة، لأنها أصلا مش معترفة إنها أساسا بتحبه. هي حاسة بمشاعر لكنها ما اعترفتش حتى لنفسها. واضح من كلامك ومن حركاتك ومن كل تصرفاتك إنك بتحبي رعد. ما تقلقيش، أنا مش وحشة للدرجة دي. على فكرة أنا كمان بحبه، بس أوعدك إني هسيبه وهساعدك علشان تعترفي بده. تعالي يا رنا، ما تقلقيش، أنا عارفة إنك بتحبيه، واضح جدا عليكي. لازم تعترفي له بمشاعرك دي، أو تعترفي لنفسك إنك أصلا بتحبيه. وأوعدك إنك مش هتشوفيني تاني، أنا هسافر برا البلد. أنا مش عارفة أشكرك إزاي، بس انتي فتحتي عيني. أنا فعلا ما كنتش حاسة إني بحبه، كنت حاسة إني متلخبطة، كنت حاسة إنه مجرد شعور تعود، إنه دايما قصاد عيني، كنت حاسة إنه زي أخويا. لكن أول ما حسيت إن واحدة تانية هتاخده مني ما قدرتش أستحمل، ما أقدرش، أنا فعلا بحبه. عارفة ده، وربنا يبارك لكم، وإن شاء الله
الفرح لازم تعزموني، لازم تعملوا فرح كبير، مش معنى انك مراته يبقى خلاص ما تعملوش فرح. بصراحة انا مبسوطة لك قوي. يلا ربنا يوفقك، عن اذنك. ها، عملتي ايه يا سارة؟ قوليلي، اتحددتي معاها؟ هي كانت بتعيط ليه؟ أني مش فاهم حاجة. وأني جرحتها للدرجة دي من غير ما أحس؟ ردت سارة وقالت: رعد، انت عقلك كبير والمفروض تكون أنصح من كده، بس يمكن مالكش في الستات علشان كده ما فهمتش. أنا عايزة أقولك على حاجة، رنا بتحبك، واعتبر خطوبتنا مش هتتم. أنا هسافر وانت لازم تكمل حياتك مع مراتك. ايه؟ معقول؟ رنا بتحبني؟ أكيد لأ طبعا، هي دايما بتقول إني بتعتبرني زي أخوها الكبير. أكيد انت فاهمة غلط يا سارة، مستحيل تكون بتحبني، مستحيل. ولو قلتلك إن رنا اعترفت بده، رنا اعترفت وقالت إنها بتحبك بأعلى صوت، لكن انت مش حاسس بيها. حاول تحرك مشاعرك ناحيتها، أو حاول تفكر فيها كأنثى، كأنها مراتك مش أختك. هتلاقي نفسك مشاعرك بتتحرك لوحدها ناحية رنا. ربنا يوفقكم. ومشيت على طول سارة بعد ما قالت له الحقيقة، وبعد ما حاولت تحرك مشاعره من جواه. دخل والده وقال: سارة كانت عندها حق يا ولدي، أنا عارف من زمان وباين جوي من تصرفات رنا إنها بتحبك، وإنت كمان يا ولدي بتحبها، بس إنت مش قادر تعترف بده. هي أنصح منك واعترفت. يلا اعترف وخش لمراتك وتحدث معاها. يعني معقول كلكم شايفين إني بحبها وشايفين إن هي كمان بتحبني وأني مش شايف ده؟ وأني غبي للدرجة دي؟ أني حاسس إني مصدوم. وعموما أنا مش هدخل أتحدث معاها، لازم أسيبها كام يوم كده تهدى وتفكر مع نفسها. رعد قعد حوالي 4 أيام بيحاول ما يلمحش رنا ولا يشوفها علشان يتأكد من مشاعره، وهي كمان تحاول تفكر مع نفسها وتتأكد من مشاعرها، لكنه ما كانش قادر. معقول؟ ايه الشعور الغريب اللي أنا حاسس بيه ده؟ أنا مش قادر أستحمل، مش قادر ما أشوفهاش قدام عيني. كيف كنت هتجوز واحدة تانية غيرها؟ هي الوحيدة اللي فتحت عيوني عليها. أنا لازم أعترف بكل حاجة. دخل الأوضة والأول مرة بدون ما يخبط، وفي الوقت ده كانت رنا لسه طالعة من الحمام أخدة دش، وكانت بتحط الكريمات بتاعتها، وفجأة اتكسفت جدا أول ما شافته دخل عليها. أني آسف علشان دخلت كده فجأة، بس انتي مرتي وحج ان ادخل عليكي في اي وقت، صح ولا ايه؟ وبعدين ينفع يعني 4 ايام ما اشوفكيش فيهم كده؟ ما وحشتكيش؟ لا وحشتني، وكنت مستنية انك تدخل تكلمني، لكن انت كنت مطنشني، وبصراحة كنت هتجنن واشوفك. رعد كان بيبص لها من فوق لتحت. انتي كبرتي ميتة يا رنا، أنا عمري ما شفتك بالحلاوة دي. أنا دايما كنت شايفك الطفلة الصغيرة أم طفرتين، لكن النهاردة شايف أنثى. معقول أني متجوز أنثى بالجمال دي؟ أني حمار بصحيح. ردت رنا: ما هو إحنا متجوزين على ورق بس يا أبي، شكلك كده نسيت، ونسيت سارة اللي كنت جايبها علشان تتجوزها. عموما لو عايز تتجوزها اتجوزها، أنا فكرت كتير في الموضوع. أنا خلاص، أنا هحاول أنساك وهبعد عنك، سيبني لو سمحت. جت تمشي، رعد شالها بين ايديه وقال: أبي مين بقى؟ لا، وسارة مين؟ ده أني كنت مغفل. معقول أسيب الجمال ده كله وأروح أبص على واحدة تانية غيرك؟ بحبك يا مجنونة، وعرفت واتأكدت أني بحبك لما سبتك 4 أيام وبعدت عنك. والأول مرة يقرب منها، ورنا استسلمت، ومن اليوم ده عاشوا حياة طبيعية زيهم زي أي زوجين. ولحد هنا تكون نهاية روايتنا السعيدة. يا رب تكون عجبتكم. أتمنى لو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعار أول ما ننزل رواية جديدة. ويا ريت ما تنسوش تشيروا الرواية الحلوة دي على الفيسبوك ومع كل أصدقائكم، وهستنى آرائكم وتعليقاتكم في الكومنت وكلامكم الجميل اللي دايما بيسعدني، وتقولولي يا ترى ايه رأيكم في القصة، ويا ترى حبيتوها ولا لأ، ويا ترى حابين الرواية القادمة تكون بتتكلم عن ايه. واكتبولي أسماء الأبطال اللي انتوا حابين نعملها، وأوعدكم
إني أختار أسماء الأبطال منكم أنتم. مع السلامة.